السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الأعزاء، وين ما كنتم لكم كل التقدير والاحترام وجزيل الشكر على وفائكم لي. من مطبخ ريناد جاسمي رجعت لكم فيديو جديد ووصفة لي ساندويتش. كيما راكم تشوفوا اليوم إن شاء الله راح نقدموا ساندويتش بعجينة رائعة جدا، والعجينة نفسها راح نديروا بها رقاق اللي هو يعني رقاق. إحنا نقولوا رقاق، في مناطق أخرى يقولوا لها والله نسيت بالضبط ش يقولوا لها. المهم إحنا في المنطقة تاعنا نقولوا الرقاق هذا اللي نعمل نديروا به الشخشوخة، ونديروا به كسرة شيشة. ثاني إحنا عندنا واحد الأكلة ثاني نقول لها كسرة شيشة، رائعة جدا. يعني كما راكم تشوفوا يجيكم رقاق سهل جدا، عجينة ملساء روعة. وكذلك نقدروا نخدموا به المسمن كما راكم تشوفوا، يعني راح يجيكم مسمن من أروع ما يكون. بسم الله نروحوا للمطبخ ونبدأ وصفة اليوم. وهنا عندي 700 غرام صدر دجاج. راح نقطعه شرائح كما راكم تشوفوا هكا، تقطيع يعني شرائح رقيقة كما راكم تشوفوا، نقطعها كامل بالطريقة كما راكم تشوفوا هكا شرائح، ومن بعد راح نتبلوها. التتبيلة واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو فيها بابريكا حلوة، وثوم بودرة، وبابريكا حارة، نحتاجو كركم وبهارات مشكلة وملح وفلفل أسود. هذه البهارات اللي راح نستعملها. وكذلك نحتاجو حبة ليمون معصور، يعني عصير حبة ليمون، و3 ملاعق كبيرة كريمة سائلة، أو تحطوا ياغورت طبيعي، يعني ياغورت طبيعي اللي هو زبادي طبيعية نحطوها فيها بدل الكريمة. وممكن تحطوا الكريمة، يعني راح تعطي طراوة رائعة للسكالوب تاعكم. واخر شي راح نحطوا عصير حبة بصل، يعني راح نربي حبة تاع بصل ونحي العصارة تاعها فقط ونحطها في التتبيلة هذه ونخلطها مليح ونخليها. ماذا بيكم تخلوها ساعتين باش تمتص هذيك التتبيلة كاملة، ومن بعد باش نرجعوا لها. انا درت الخطوة هذه هي الاولى، ومن بعد بديت نحضر في العجينة. مقادير العجينة، هنا نحتاجو كيلتين سميد أرطب. هنا استعملت البول هذه تاع الشوربة، يعني انتم الكيلتين على حسب أفراد العائلة ديروا كيلتين كما راكم. راح نشرح لكم كل الكيلة نفسها اللي كيلتوا بها هي نفسها اللي تكيلوا بها كل المقادير. هنا راح نحط الكيلتين هذه تاع سميد يكون أرطب، ماذا بكم تختاروا نوعية سميد يكون ممتاز. نحتاج ملعقتين كبيرة حليب بودرة، ونحتاج ملعقة كبيرة سكر، وملعقتين صغيرة ملح، وملعقتين صغيرة خميرة الحلوى لليفيغشيميك، ونصف ملعقة صغيرة خميرة الخبز. هذه المقادير اللي نحتاجوها. نخلط مليح مع بعض، ونفس البول اللي درت به السميد اللي كيلت به السميد او الكاس يعني راح تكيلوا به، حطيت به كيلتين من الماء كامله، يعني كيلتين ضفتها دفعه واحده فقط. هذه الكميه اللي كلها لي تاع الماء. انتم اذا كان يعني فيه سميد يشرب لكم ممكن تزيدوا شوي تاع الماء، اما اذا كان يعني سميد ما يشربش هذه كلتين تجي قد قد كيما راكم تشوفوا القوام تاعو هاو. مره الاولى يكون ناشف، ولكن بعد ما نميكسيه مليح يطلق هذاك السميد ويولي القوام تاعو سائل نوعا ما. وكذلك نقعد نضربه فيه بالميكسر. هذه الخطوه اللي يعني اللي راح نديروها من غير دلك، يعني كما نقولوا عجينه من غير دلك. راح نخدموها بالميكسر كما شفتوني. قعدت نخدم بالميكسر تاع حوالي 5 دقائق وانا نميكسي فيه حتى نخرج هذاك الجلوتان تاع السميد، وتكون لي هذيك الخيوط. حبست عليه الميكسر وبديت ننشف فيه في الفرينه كما راكم تشوفوا. هنا حطيت البول الاولى تاع الفرينه كامله حطيتها، والثانيه بديت نضيف بشوي بشوي كما راكم تشوفوا هكا حتى تحصلت على القوام هذا تاع العجينه، يعني تكون العجينه طريه نوعا ما يعني تتلاصق. نغلفها ببابي فيلم كما راكم تشوفوا هكا مليح، ونخليها ترتاح. ماذا بيكم يعني تخلوها ترتاح مليح اقل شيء ساعتين. نحطها في كما راكم تشوفوا هذه باناء تاع بلاستيكي، لانه راح يحفظ لي على الرطوبه تاع العجينه. وهذه الكميه اللي بقات من الكيله الثانيه، يعني دات كيله بقاو منها كيلتين غير زوز مغارف. هنا بعد ما ارتاحت العجينه مليح
وبعد ما ارتاحت العجينة خليتها يعني حوالي ساعتين، راح بالزيت راح نشكلها كرات كيما راكم تشوفوا هكا نقرصها. العجينة هذه بالضبط خرجت لي 13 حبة تاع ساندويتش. انا استعملت درت ثلاثة، منها ثلاثة مسمن والباقي درتهم ساندويتش كيما راكم تشوفوا نقرصوهم هكا. وهذاك الرقاق اللي شفتوه في اول الفيديو هذاك درته قبل، يعني درته قبل بالعجينه نفسها، غير صورت المقطع وقلت راح ندير المقطع ثاني تاع الساندويتش والمسمن نحطهم مع بعضهم. كما راكم تشوفوا هنا حضرت السنيوه، حطيت فيها منديله وحطيت بلاستيك غذائي، وراح نحط عليه هذو الرقائق اللي راح نطيبهم تاع الساندويتش. بعد ما نطيبهم نحطهم عليهم باش يقعدوا محافظين على الرطوبه تاعهم وما ينشفوش. كما راكم تشوفوا نحلوها رقيقة كما راكم تشوفوا هكا، ونهزها ونزيد نحل واحدة ثانية. وطبعا اللوحة في الطاوة نطيبها، راح نوريكم مقطع تاع كيفاش راح نطيبوها في المقطع المقبل. نزيد نحل معاكم واحدة أخرى. ونحطها في الطاوة هكا، ونطيبوها نص طياب، يعني مش راح نطيبوها بالكامل، يعني راح تطيب الطياب تاعها الثاني 100%، من بعد ما نحشوهم ان شاء الله. هكا راح نطيبوهم كما راكم تشوفوا، يعني تاخذ احمرار خفيف فقط. هنا خلاص راح نهزها يزيها ونحطها في الصنيوه اللي كنت موجدتها، ونغطيها مليح، يعني ما نخلوهاش في الهواء هكاكا راح تنشف. نغطوها ونحطوا واحده فوق واحده، واحده فوق واحده، حتى نكمل العمليه كامله. دركا ندير معاكم حبة تاع مسمن تشوفوها كيفاش الطريقة تاعها. نفتحها رقيق وبعد ندير عليها شوية زيت من الداخل ونطبقها بالطريقة هذه، يعني الصورة تشرح نفسها. ونخليها ترتاح، مش مباشرة بعد ما نطبقها نديرها، لا نخليها ترتاح ومن بعد نفتحها رقيقة. وقبل ما نحطها في الطاوة ندهن الطاوة بشوي زبدة كما شفتوني هكا، الزبدة تعطيها طعم رائع للمسمن وكذلك لون. نخليها تطيب حتى تاخذ اللون الذهبي الرائع هكا ونحيها. والثانية كيف كيف كل واحدة قبل ما نحطها في الطاوة نحط قليل من الزبدة هكا. وهذا المسمن كما راكم تشوفوا جا رائع جدا، يعني عجينة قلت لكم ممتازة جدا، يعني تعتمدوها فقط بإضافة قليل بعض المكونات اللي هي اللحظة أو الحليب بودرة، وضفنا لهم خميرة القاطو وخميرة الخبز فقط. هذه الإضافات اللي ضفناها لها أعطت يعني طراوة للعجينة رائعة جدا، وكذلك طعم اللحظة أعطتها طعم رائع ولون للعجينة هذه كما راكم تشوفوا. دركا راح نروحوا نحضروا الحشو. وهنا جبت طاجين حطيته على النار وضفت كمية من الزيت وملعقة كبيرة زبدة. راح نخليها تذوب بالكامل ومن بعد وتسخن، طبعا لازم يسخن الزيت والزبدة، ومن بعد نضيفوا عليهم السكالوب اللي كنا تبلناه من قبل وعلى نار قوية. السكالوب هذا نطيبوه على نار قوية، يعني تخلوا النار قوية باش ما يخرج لكمش السائل اللي داخل السكالوب، يعني يطيب بلا ما يخرج لكم السوائل اللي داخله اللي في السكالوب الداخل، هكا يطيب على نشاف. نوزع الخليط كما راكم تشوفوا هكا ونحرك دائما، النار تكون قوية.
وبعد ما طاب سكالوب كامل راح نضيف عليه فلفل، يعني نقولوا حبة فلفل مقطعة رقيق مربعات أحمر وأخضر، وكذلك حبة طماطم مقشرتها ومقطعتها مربعات. ضفت أول شي الفلفل خليته يتحمر شوي، ومن بعد باش ضفت عليه الحبة تاع الطماطم اللي مقشرة ومقطعة مربعات على نار قوية دائما. نحرك كيما راكم تشوفوا هكا، يعني تشويحة خفيفة ونوقف عليها النار. كيما راكم تشوفوا هنا راح نبدو نحشوها. حطيت شوية هريسة وجبن مبشور وجبن موتزاريلا، وزدت كذلك فوقهم شوية جبن مبروش، وهكذا شكلتهم مربعات. نزيد ندير معاكم واحدة ثانية. حطيت جبن مبروش، حطيت عليه الخليط تاع سكالوب وجبنة موتزاريلا، وزدت كمية كذلك من الجبن المبشور ودرتهم على شكل مربعات. راح ندير معاكم الآن واحدة طويلة هكا، نقول على شبه الطول، يعني الشكل اللي تحبوه ديروه. وهنا حطيت فيه حبة بيض مقطعة إلى شرائح. ابني هذا حب أن نديرله في تاعو حبة بيض، قال لي ديريها لي طويلة على هكا حبيت نوريها لكم. ونطيبهم يعني في نفس الطاجين اللي طيبت فيه السكالوب، هو اللي راح نطيب فيه هذو يعني نحمر فيهم لي ساندويتش. الطاجين هذا راح نقول لكم عليه، يعني اذا لقيتوه في السوق ممتاز ممتاز جدا. يعني نطيبوا فيه المطلوع، يعني طيبت فيه المطلوع جاني روعه. نطيب فيه البراج، نطيب فيه الرخساس، نطيب فيه هكا نحمر فيه لي ساندويتش، نشوي عليه اللحم دجاج. يعني رائع رائع بأتم معنى الكلمة. فقط انكم كي تعودوا باش تغسلوه ما تغسلوش بالخزن تاع الحديد، ببروصه برك دايرت بروصه سبيسيال نغسل فيه به باش ما يتجرحش ويقعد دائما ما يلصقش. وهذه اللي ساندويتش تاعنا كما راكم تشوفوا فيها. نفتح لكم واحده تشوفوها من الداخل جات رائعه جدا. وهذا المسمن راح ندير عليه كميه من العسل لاني نحبه معسل. المسمن نعسله هكا ونعاود نروح نسخنه، يعطي واحد الطعم رائع. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا. نتمنى أن عجبتكم وصفة اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه. نلتقي إن شاء الله في فيديوهات جديدة ووصفات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.